إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 10 من يناير عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون وضمن حلقة برنامج نافذة ثقافية موضوعا عن الترجمة وأهميتها ودورها في مسيرة الشعب الإريتري، وذلك من خلال استعراضنا مقالا للكاتب الإريتري المهندس موسى عوالخير، والذي نشرته مجلة الناقوس في سبتمبر 2024 بعنوان ما بين العطار والترجمان. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. وزارة الخارجية الأذرية تقول إن إريتريا تحتجز 3 سفن أذرية مع طواقمها. مقتل 18 شخصا وإصابة 6 آخرين إثر هجوم استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية إنجامينا. والجيش السوداني يطلق عملية برية في ولاية الجزيرة وسط السودان، ويسيطر على عدد من البلدات والقرى على تخوم مدينة ودمدني عاصمة الولاية. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قالت وزارة الخارجية الأذرية الأربعاء إن أذربيجان تبذل جهودا للإفراج عن 3 من سفنها المحتجزة في إريتريا مع 18 من أفراد الطاقم. وقالت الوزارة في بيان إن السفن التجارية الأذرية تم احتجازها في 7 من نوفمبر 2024 بعد رسوها في المياه الإريترية بسبب الأحوال الجوية والأمواج في البحر الأحمر أثناء توجهها إلى أبو ظبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذرية أيكان هجزادة إن وزارته تأخذ الأمر على محمل الجد وتجري محادثات مع وزارة الخارجية الإريترية. وأضاف أن طواقم السفن اضطروا لدخول المياه الإريترية دون إذن بعد محاولتهم الاتصال بإريتريا للحصول على المساعدة بسبب الأحوال الجوية والأمواج العاتية في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذرية إن الجهود تبذل للتأكد من مكان وجود أفراد الطاقم البالغ عددهم 18 شخصا والمحتجزين حاليا في إريتريا والاتصال بأسرهم عبر الهاتف. هذا ولم تقدم الحكومة الإريترية حتى تحرير هذه النشرة أي معلومات حول احتجاز السفن. أعلنت الحكومة التشادية أن 18 مهاجما قتلوا وأصيب 6 آخرون، بالإضافة إلى مقتل أحد أفراد الأمن الرئاسي وإصابة 3 آخرين بينهم حالة خطرة في هجوم استهدف القصر الرئاسي في إنجامينا مساء الأربعاء. وقال وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله إن قوات الأمن أحبطت الهجوم بالكامل، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة. وبدأ الهجوم الذي نفذته مجموعة مكونة من 24 مسلحا مدججين بالأسلحة حوالي الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي، واستمر قرابة ساعة. هذا وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في محيط القصر الرئاسي وأغلقت الطرق المؤدية إليه بالدبابات. وبحسب مصدر أمني فإن المهاجمين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام التي تنشط في منطقة بحيرة تشاد على الحدود مع الكاميرون ونيجيريا والنيجر. وجاء الهجوم بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ إلى إنجامينا، حيث التقى بقادة تشاديين من بينهم الرئيس محمد إدريس ديبي. ويأتي الهجوم في ظل توتر أمني متصاعد بعد إعلان تشاد في نهاية نوفمبر الماضي إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا التي كانت تشكل محور الدعم الأمني والعسكري في البلاد. أطلق الجيش السوداني عملية برية واسعة ضد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان صباح الأربعاء، سيطرت خلاله على عدد من القرى والبلدات في تخوم مدينة ودمدني عاصمة الولاية.
وذكر الجيش السوداني أنه كبد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من وسط مدينة الحاج عبدالله جنوب مدينة ودمدني التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ ديسمبر عام 2023. وشن الجيش السوداني الأربعاء الهجوم من 3 محاور في محاولة لاستعادة مدينة ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة من قبضة الدعم السريع. يأتي ذلك متزامنا مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقل حميدتي، بالإضافة إلى 7 شركات مرتبطة بتوريد الأسلحة لقوات الدعم السريع على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية وفق تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في بداية البرنامج وضمن حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية، تتابعون فيما يلي موضوعا عن الترجمة وأهميتها ودورها في مسيرة، والذي نشرته مجلة الناقوس في سبتمبر 2024 بعنوان ما بين العطار والترجمان. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية، والتي نخصصها اليوم لتسليط الضوء على الترجمة وأهميتها. فكلنا ندرك مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات أهمية الترجمة من لغة إلى أخرى أو إلى مجموعة من اللغات، ليس في نقل العلوم والمعارف فحسب، بل حتى في التواصل بين الشعوب والأمم في وقت أصبحت فيه الحاجة للتواصل مع المحيط الخارجي ضرورة ملحة في تعاملات الحياة اليومية، ناهيك عن التواصل الثقافي والاجتماعي. ولقد لعبت الترجمة قديما دورا كبيرا وما زالت حتى الآن كذلك في نقل العلوم والمعارف. حول موضوع الترجمة وأهميتها ودورها في مسيرة الشعب الإريتري، نستعرض لكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم مقالا للكاتب الإريتري المهندس موسى عول الخير، والذي نشرته مجلة الناقوس في عددها السادر في سبتمبر 2024. وقد تناول فيه المهندس عول الخير كما يقول في مقدمته: أولا، حركة الترجمة الإريترية الأسباب والدواعي. ثانيا، حركة الترجمة الإريترية في فترة ما قبل الكفاح المسلح. ثالثا، حركة الترجمة الإريترية في فترة الكفاح المسلح. رابعا، حركة الترجمة الإريترية في ظل الدولة الإريترية المستقلة. ثم خاتمة ونداء. يستهل المهندس عول الخير المقال بمقولة قديمة: تكلم حتى أراك. وبقول أبو الطيب المتنبئ واصفا حال بلاد الفرس: ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بالترجمان. وبقول الإعلام تركي الدخيل: إن الغربة الأشد بعد غربة المكان والزمان هي غربة اللسان. ثم يقول: وبالعودة إلى المقولة التي استهللنا بها هذا المقال، يقفز إلى الذهن سؤال وسؤال: هل يكفي اليوم أن تتكلم لأراك، أم نحتاج وسيطا بيننا لفهم بعضنا بعضا كي نرغانا جليا؟ ألم تكن هذه المقولة ناقصة وتحتاج إلى فعل موازن للكلام حتى تبلغ تمامها؟ رب قائل أن المقولة لا يعتريها نقصان على مستوى البيئة المحلية، وسوف أوضح لاحقا نقصانها حتى في بعض البيئات المحلية. ثم يتطرق إلى حركة الترجمة تاريخيا فيقول: لا جدال في أن الحاجة للترجمة قديمة قدم اللغات، حيث لا توجد طريقة للتواصل بين الشعوب التي تتحدث لغات مختلفة إلا عن طريق الترجمة. وربما يختلف تاريخ الترجمة من بلد لآخر، ولكن معرفة المسار الذي اتخذته حركة الترجمة عبر الحضارات والوسائط الحديثة والنظريات والدراسات يعطينا لمحة عن قصة رائعة تبدأ منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا. ثم يتساءل بقوله: لماذا نترجم؟ ليستهل موسى عول الخير الإجابة عن السؤال بقول الباحث جلال حمودة من جامعة مولود معمر في الجزائر، والذي يرى إلى أنه يمكن تصنيف الدوافع الكامنة وراء حركة الترجمة عموما إلى مجموعة من الدوافع، منها أولا المطلب والحاجة، وهو المقصود هنا وهو الهدف من الترجمة، وقد يكون الهدف تجاريا أو سياسيا أو دينيا. ثانيا التواصل، حيث كانت الترجمة دوما رمزا للتواصل بين الشعوب. ثالثا خدمة المعرفة، وذلك ما للترجمة من أثر وفوائد بين أصحاب النص الأصلي وأصحاب الهدف. رابعا
المواكبة والتغطية العلمية والأدبية للمصطلحات الجديدة. 5. المتعة والذوق والخيال، وهذه من بين العوامل التي توجه المترجمين عموما وتتعلق بالإقبال الجماهيري على نمط معين من النصوص وعلى رأسها الروايات، فيكون الأدب المترجم ملبيا لرغبات الجمهور، ولهذا يحظى بالانتشار لفترة قد تطول أو تقصر. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا عن حركة الترجمة وأهميتها في إريتريا، وذلك من خلال استعراض مقال للمهندس موسى عبد الخير بعنوان ما بين العطار والترجمان. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. يقول المهندس موسى عبد الخير: المقدمة التي سقتها في الجزء الأول كانت بغرض تلمس مسار حركة الترجمة الإريترية إن وجدت، في محاولة أشبه ما تكون بالبحث عن إبرة في كومة قش كما يقولون. وحول ماهية الترجمة الإريترية يقول: يطلق على جهود وأنشطة الترجمة اسم حركة الترجمة لأنها حراك وثورة على الجهل، وبالرغم من أن بلادنا إريتريا شهدت العديد من الثورات اجتماعية وسياسية وعسكرية وحتى ثقافية مؤخرا، إلا أنها لم تشهد قط ثورة للترجمة بمعناها الحقيقي، خصوصا بعد أن نالت البلاد استقلالها. وتظل الحاجة إلى وجود حركة ترجمة إريترية مكثفة ماسة وملحة، عطفا على عاملين رئيسيين هما: أولا تعدد اللغات والثقافات الإريترية والتنوع الكبير الذي تزخر به البلاد في مساحة جغرافية صغيرة نسبيا، فإن وجود 9 لغات يتحدثها سكان البلاد الذين لا يتجاوزون عدة ملايين وفق تقديرات تتحدث عنها مصادر عديدة في غياب تعداد سكاني رسمي خلال 30 عاما الماضية من عمر البلاد، إلا أن هذا التعدد خلق تحديا كبيرا في التواصل البيني لقطاعات وشرائح هذا الشعب في وقت كان فيه في أمس الحاجة لتفعيل المقولة التي استهللنا بها هذا المقال: تكلم حتى أراك، بدلا من حوار الطرشان الذي أهلكنا وأهلكناه، خاصة بين النخب السياسية والثقافية المنوط بها توجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح وقيادة البلاد إلى بر الأمان. ثانيا، العامل الآخر الذي عمق هذه المعضلة هو حالة اللجوء والشتات التي فرضتها حرب 30 عاما، الأمر الذي تمخض عنه تناسل أجيال من الثقافات واللغات التي لم تكن يوما في صميم الواقع المحلي الإريتري. فقد أبرزت حالة الشتات هذه أجيالا إريترية حديثة لا تحمل اللغات 9 المحلية فحسب، بل أضافت إليها لغات وثقافات المهاجر، وهذا ما تسبب في تعميق حالة الاغتراب بين أبناء البلد الواحد. وعن حركة الترجمة الإريترية في فترة ما قبل الكفاح المسلح يقول المهندس موسى عبد الخير مقتبسا قول الصحفي محمود أبو بكر في ورقة بعنوان إضاءات حول بعض من تاريخ الترجمة في إريتريا، قدمها في حفل ختام أسبوع الترجمة الإريتري الذي أقيم في القاهرة بتاريخ 14 من مايو عام 2022. يقول فيه: إذا ما خرجنا قليلا من التعريفات الأكاديمية للترجمة والتي قد تنحصر في مفهوم تحويل النص من لغته الأصلية إلى لغة أخرى، فإن هنالك نماذج أخرى يمكن وصفها بأنها نوع من الترجمة، والتي تعيد كتابة الموروثات المحلية التي تخص منطقة بعينها بلغة أخرى، أي ترجمة الموروثات الشفهية من لغتها الأولى إلى لغات أخرى، غالبا ما تكون لغة أجنبية. وعند التأصيل لفكرة الترجمة في إريتريا تاريخيا لا بد أن نقف عند هذا الجانب، ففي الأغلب أن العديد من المخطوطات والكتب التي أعدها ونشرها باحثون أجانب حول التاريخ والتراث والموروثات الإريترية يمكن اعتبارها نوعا من الترجمة. ويضيف المهندس موسى عبد الخير أن محمود أبو بكر ساق بعد النماذج لما اعتبره ترجمة ولو مجازا، حيث يتداخل فيه التوثيق بالترجمة. وفي تقديري والقول لموسى عبد الخير فإن هذه الجهود الأجنبية أقرب إلى التوثيق منها إلى الترجمة، فقد تحدث عن 3 مجموعات وثقت أو ترجمت للحياة العامة في إريتريا، وهي البعثات التبشيرية والبعثات البحثية والاستشراقية، بالإضافة إلى بعثات الرحلات التي جابت البلاد طولا وعرضا في فترة مبكرة. وهنا يحضرنا ما وثقه القس البرتقالي فرانشيسكو الفاريز الذي كان مرافقا للبعثة البرتقالية للحبشة بعنوان The Narrative of the Portuguese Embassy in Abyssinia between 1520 and 1527، والتي تعتبر من أولى المخطوطات التي وثقت للحياة العامة في البلاد مبكرا.
ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا عن حركة الترجمة وأهميتها في إريتريا، وذلك من خلال استعراض مقال للمهندس موسى عو الخير بعنوان ما بين العطار والترجمان. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وفي حركة الترجمة خلال 30 عاما من الكفاح المسلح، يقول المهندس موسى عو الخير: يمكن القول بأن أولى بواكير جهود الترجمة الإريترية الخالصة بدأت خلال هذه الفترة، وربما تكون هي الأفضل في تاريخ الأمة الإريترية. ففي خلال هذه الفترة شهدت كافة وسائل النشر التابعة لتنظيمات الكفاح المسلح الإريترية حركة ترجمة حسب الحاجة إلى إيصال رسالة الكفاح المسلح لكافة شرائح الشعب الإريتري، وهي جهود خلقتها الحاجة كما ذكرنا آنفا. وهنا أشار محمود أبو بكر في ورقته الآنفة الذكر إلى تلك الجهود التي قامت بها قوات التحرير الشعبية بما مكنتها منه ظروفها المادية والسياسية، فقد أشرفت بقيادة الشهيد عثمان صالح سبه على جل الترجمات التي ظهرت خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى جهود ترجمة النشرات الدورية التي كانت تصدرها كافة تنظيمات الكفاح المسلح الإريترية، وذلك بغية إيصال رسالتها لكل الفسيفساء المكونة للشعب الإريتري. وتعد هذه الفترة أفضل من الفترات السابقة واللاحقة من حيث الجهود الجماعية التي بذلت في هذا الشأن. وعن حركة الترجمة في ظل الدولة الإريترية المستقلة يقول موسى عو الخير: نستطيع القول بأنه خلال الثلاثة عقود ونيف التي تلت استقلال البلاد تراجعت حركة الترجمة المنظمة كثيرا، لو استثنينا تلك الجهود الفردية التي قام بها البعض عندما وجدوا تقاعسا غير مبرر من السلطات الرسمية وشبه الرسمية عن مسؤولياتهم تجاه نشاط الترجمة الذي كانت البلاد في أمس الحاجة إليه حتى تقرب ما تباعد بفعل عوامل ذاتية وأخرى موضوعية. فإن بناء الدولة الحديثة كان من الضروري أن ترافقه حركة ترجمة لنقل ما نشر بلغات إريترية مختلفة إلى ما يقابلها من اللغات الإريترية الأخرى. فعلى سبيل المثال هنالك العديد من المؤلفات التي صدرت بلغة التجرية كانت في حاجة إلى ترجمتها إلى العربية، والعكس صحيح، حيث كان من الأهمية بمكان نقل ما كتب بالعربية إلى التجرية، بالإضافة إلى الكثير من المؤلفات التي صدرت باللغة الأمهرية والتي تخوض في الشأن الإريتري، بعضها منصف وبعضها مجحف، وكان يستلزم ترجمتها إلى اللغات التي يتعاطاها أفراد الشعب الإريتري من نخب ومثقفين حتى يتمكنوا من الرد على الكثير من التجاوزات وتزوير الحقائق التي مارسها بعض الكتاب الأثيوبيون كما ذكر المرحوم تسفاي قبرآب. وربما كان الإريتري الوحيد الذي انبرى للرد على هذه الكتابات. ولدي اعتقاد جازم بأن ما تمارسه السلطة من إهمال النقل منه إلى اللغتين الرسميتين للبلاد يندرج ضمن حملة محاربة اللغة العربية التي لا تخفى على أحد، بغية تحقيق شعار حاد هزبي حاد لبي، وهي كلمة حق أريد بها باطل، تنم عن جهل كبير بأهمية نقل الرأي والرأي الآخر منه إلى اللغات الإريترية، بغية التأسيس لحوار هادف وشفاف بشأن القضايا والملفات الوطنية المختلف حولها، بعد أن يتمكن كل طرف من التعرف على رأي الطرف الآخر وصولا إلى المعنى الحقيقي لمقولة تكلم حتى أراك. أما تحقيق شعار حاد لبي حاد هزبي الذي تريد السلطة تحقيقه بمفهوم عنز ولو طارت فلن يجدي نفعا. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا عن حركة الترجمة وأهميتها في إريتريا، وذلك من خلال استعراض مقال للمهندس موسى عو الخير بعنوان ما بين العطار والترجمان. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وعن جهود الترجمة الفردية خلال فترة ما بعد الاستقلال يقول المهندس موسى عو الخير: ربما تكون هذه الجهود الفردية بقعة الضوء العصي على التلاشي وسط كل هذا الظلام الذي تسببت فيه السلطة الرسمية بقصد أو بدونه. فهنالك من اعتبره شيخ المترجمين الإريتريين، وهو الأستاذ سعيد عبد الحي متعه الله بالصحة والعافية، الذي قام بترجمة بعض المؤلفات الإريترية والكثير من منشورات الصحف والمجلات. وبالرغم من أنه كان يقوم ببعض هذه الجهود بحكم مهامه الوظيفية في دور النشر، إلا أنه كان في حاجة لحركة ترجمة أكثر تنظيما ودعما ماديا من قبل الجهات ذات العلاقة، والتي كانت تستهلكه بشكل فردي، بدلا من أن تؤسس له مراكز ودور ترجمة يجمع فيها الكثير من الشباب القادرين على فعل الترجمة. كما لا يفوتنا أن نذكر ما قام به المناضل إبراهيم توتيل فك الله أسره عندما قام بترجمة أحد مؤلفات المؤرخ الإريتري المناضل ألمسجة تسفاي. وقد اطلعت على هذه الترجمات التي قام بها الأستاذان سعيد عبد الحي وإبراهيم توتيل، ووجدت على مستوى عالي من المهنية والأكاديمية.
يضاف إلى ذلك جهود فردية أخرى حاولت القيام بما عجزت عنه الجهات الرسمية وشبه الرسمية، ولولا هذه الجهود الفردية لما رأت أول رواية إريترية النور، وهي رواية المجند لجبريسوس هيلو، والتي نفض عنها الغبار قرماي نقاش عندما ترجمها إلى الإنجليزية عام 2013، ثم ترجمها الليبي فرج الترهوني إلى العربية. ثم بعد ذلك يختتم الكاتب موسى والخير المقال بخاتمة ونداء يقول فيهما: إذا كانت أهمية الترجمة في العالم نابعة من الحاجة إلى تواصل الشعوب مع بعضها البعض تجاريا وسياسيا وعسكريا وثقافيا، فإن الحاجة لحركة ترجمة منظمة ومؤسسة على المستوى الإريتري تصبح أكثر أهمية من أجل بناء وطن يسع الجميع. ولن نتمكن من ردم الفجوة بين الشعوب الإريترية وتحويل التنوع السلبي إلى إيجابي وصولا إلى أمة إريترية بدلا من شعوب إريترية دون القيام بذلك. ولهذا فإن التأسيس لحركة ترجمة إريترية ضرورة لا ترف، وأقولها وبفم مليان إن أهمية الترجمة لدينا تتجاوز أهمية التأليف نفسه في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة الإريترية التي تعيش حالة نكون أو لا نكون. ومن هنا أناشد كافة النخب السياسية والثقافية الإريترية إلى التفكير بشكل جاد من أجل تأسيس مركز أو مراكز إريترية للترجمة، إن أردنا التأسيس لحوار هادف وبناء بين أبناء الشعب الإريتري بغية الوصول إلى تفاهمات تعبد الطريق أمام بناء وطن واحد ومعافى بعد كل هذا العطب الذي أصابه حينا من الدهر بسبب حوار الطرشان الذي لا نهاية له. ليختم المقال بتساؤله: هل يصلح الترجمان ما أفسده الدهر وفشل في إصلاحه العطار؟ هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج نافذة ثقافية. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. وزارة الخارجية الأذرية تقول إن إريتريا تحتجز 3 سفن أذرية مع طواقمها. مقتل 18 شخصا وإصابة 6 آخرين إثر هجوم استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية إنجامينا. والجيش السوداني يطلق عملية برية في ولاية الجزيرة وسط السودان ويسيطر على عدد من البلدات والقرى على تخوم مدينة ودمدن عاصمة الولاية. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.